حقيقة أستمرئ من يعني يعمد إلى أسلوب المسرحيات السمجة السخيفة هذه، أنه يخابر واحد ويقول أنا الشيخ تركي من ما أدري وين القصيم الرياض من وين قال، المهم حسب ما يعني ما نقل أنه أنا الشيخ تركي وما أدري كذا، وهكذا يتكلم بمنطقهم على أساس كأنه واحد من مشايخهم الكبار، وهذا الرجل بدأ يقترب إلى التشيع ويسلم بفضل هذا كمال الحيدري، وأنه بالفعل هز العقيدة وأنه كذا وكذا. وثم انكشفت القضية أنه كانت مسرحية، واحد شاب شيعي يتقن أنه يعني يقلد أصواتهم وكان يحضر البالتوك والإنترنت وما أشبه، قام بهذا العمل. هذه مسرحيات سخيفة. نحن لسنا بحاجة لكي نبين أننا نحن على حق وأن مذهبنا على حق. الأخ تركي سليمان من السعودية، نعتذر عن هذا التأخير، تفضلوا أخ تركي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم، حياكم الله ونبارك لكم هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. أهلا بكم مرحبا. ونسأله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار إن شاء الله. تفضل. ويجعلنا من أهل رضوانه. إلهي أمين. بعد الحمد لله رب العالمين. بعد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعجز من يستمع إلى ما تطرحونه من فكر أن تكون له مداخلة، أن تكون له مداخلة. والصحيح هو أن تكون له مداخلة. حينما أصر علينا بأن نرد عليكم ما تطرحونه، بأن نرد عليكم ما تطرحونه. والصحيح هو نرد عليكم ما تطرحونه. ليست المسألة هي غلبة أبدان، ليست المسألة هي غلبة أبدان. والصحيح هو ليست المسألة هي غلبة أبدان، ولا ارتفاع عقائر، ولا ارتفاع عقائر. والصحيح هو ارتفاع عقائر. وهو القائل تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل، مع ملاحظة أن الباء حرف جر يجر الكرة الأرضية، وهي مسألة لا تخفى على تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ولكنها خفيت على الشيخ تركي. ملاحظة هامة: لاحظنا خلال الدقيقتين الماضيتين وقوع فضيلة سماحة العلامة آية الله تركي في 6 أخطاء تقريبا. وجميع أهل العلم والمعرفة يعرفها معرفة تامة. نعم. يعرفها معرفة تامة. نعم. والصحيح هو يعرفها معرفة تامة. الفكر الذي لا يدرؤ الشبهة. نعم مع الأسف. نعم، نرجو من الإخوة أن يعيدوا الاتصال الأخ العزيز الكريم، أن يسمحوا الأخ تركي مرة أخرى. نعم. وهنا يتضح لنا من الدكتور سالم بعد قفطته أنهم هم الذين قاموا بالاتصال على فضيلة سماحة آية الله الشيخ تركي، حيث قال: نعم، نرجو من الإخوة أن يعيدوا الاتصال وأن يعيدوا الاتصال. إن 7 أخطاء خلال 3 دقائق، ومن ضمنها خطأ في آية قرآنية لم يسبق للتاريخ أن سجلها على أحد من عوام أهل السنة، فضلا عن طلبة العلم عندهم وعلمائهم. ولكن نقول تحصل في أكبر العوائل، ولعل فضيلة سماحة آية الله الشيخ كان مريضا أو حان وقت نومه، فعذره معه. أن فضيلة الشيخ تركي سليمان معنا الآن. تفضلوا. نعم، إذن تفضلوا فضيلة الشيخ، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على المشاهدين الكرام. حياكم الله. قبل أن أكمل
حديثا كان منا البارحة وقد انقطع لسبب خارج عن إرادتنا والصحيح لسبب خارج عن إرادتنا. نعم. ولعل في الانقطاع مصلحة كشفت لنا بعض الأمور. والصحيح لعل في الانقطاع مصلحة. لقد انعالت الاتصالات علي اليوم والبارحة. نعم. دون توقف. والصحيح دون توقف. ووجهوا لكل أنواع التهم. والصحيح ووجهوا لي كل أنواع التهم التي تفيد إخراجنا عن الملة وهم لم يسمعوا باقي كلامنا. والصحيح لم يسمعوا باقي كلامنا. معذرة إلى المشاهدين الكرام فقد نشى فريقي. أكمل الله يعيننا عليك. وهم العارفون أكثر من غيرهم. العارفون أكثر من غيرهم. تمسكنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح والسلف الصالح. وبعد أن كنت شيخهم البارحة. والصحيح بعد أن كنت شيخهم البارحة. تنبيه: لوحظ في الدقيقة الماضية وحدها أن فضيلة سماحة آية الله الشيخ تركي قد أخطأ 9 أخطاء تقريبا. ضيعت لغتي يا شيخ تركي. ولكن الله يمهل ولا يهمل. ولنستمع الآن إلى الطامة من العيار الثقيل من فضيلة سماحة العلامة آية الله الشيخ تركي سليمان السلفي من أهل القصيم الوهاب بامتياز، والذي لجأ إليه أهل السنة للرد على سماحة آية الله كمال حيدري. وكان شيخنا البارحة وعلى قولته شيوخنا البارحة. استمعوا إليه ماذا سيقول. لم يحكموا عقولهم بل كبوا واستكبروا. إن عبارة كظ هي عبارة عراقية بحتة، وهي تعني امسكه. فيقال أبو علاوي كظ الحبل، بمعنى أبو علاوي تمسك بالحبل. كظ يكظ كظا، أي مسك يمسك مسكا.